أهلا وسهلا بكم في قناة عنكبوت للمعلومات. خاوتي ما تنسوش ديروا الاعجاب وتخلوا اشتراك في بداية الفيديو باه تتلقوا ديما جديد. فاجعة مؤلمة: وفاة امرأة حامل في شهرها الثامن بولاية المسيلة بسبب غياب طبيبة النساء والتوليد بالمستشفى، وهذه رسالتها الأخيرة تبكي العيون وكأنها إحساسها أخبرها بأنها سوف تموت. سلام، ممكن تحط لي منشور يا خويا؟ ربي يحفظك. دوك انا بالحمل بتوأم ما شاء الله، وعندي طفل عامين ربي يحفظه لي، راني قريب نولد. وقال لك لازم معرفة في السبيطار باش يدير لك سيزاريان، ومع العلم انه هذا الشهر لا توجد طبيبة نساء بالمستشفى. العملية الاولى قريب ما مت باش تبرعت لي طبيبة ودارتها لي مع السب حاشاكم وتطياح القدر. دخلت للبلوك نبكي. مهم ما نطولش عليكم، كاش ما تعرفوا جراح ولا جراحة يتبرع لي ويدير لي العملية في السبيطار. مانيش حابة نموت ونخلي وليدي. فعلا العيون تبكي وكل شيء يبكي، لأن المستشفى النسائي خاص بالنساء والتوليد في الجزائر بصفة عامة مهمش. ونطلب منكم الاشتراك في القناة وما تنسوش تدعمونا بجيم باش نخلو هذه الرسالة توصل إلى السلطات العليا وتوصل إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. إلى متى النساء هكذا تموت؟ إلى متى؟